بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نعمل ايه الجمال والروعه اللي انتوا شايفينها دي؟ لا لا لا، حاجه جميله، حاجه لذيذه، حاجه شيقه، حاجه طعمها يحببك في الاكله ذات نفسها اللي انت عايز تاكلها. يلا بينا. انا بتنجان رومي بيلمع، خفيف، هش، مش مبذر. نبدا نقشره بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. نقشر البتنجان كلها، ما باخدش القشر كله، انا بسيب نسبه القشر عشان القيمه الغذائيه بتاعت القشر ذات نفسها نستفاد بيها. نقطع البتنجانة كده بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. وعندي بولة فيها مية وفيها شوية ملح، ندوب الملح في مية. وبعد كده نحط البتنجان بتاعنا فيه عشان لون البتنجان يفضل أبيض شفاف لذيذ، ما يتغيرش، ما يسمرش، لأن البتنجان الرومي ساعة ما يتقشر بيسمر. احنا عشان نحافظ على اللون بتاعه الطبيعي، البولة فيها شوية مية وملح، ونقشر البتنجان بتاعنا ونحطه على طول في البولة. بيفضل لونه أبيض فاتح ناصع جميل جدا، يحببك في الأكل ذات نفسها. شايف شكل البتنجان عامل ازاي؟ قطع وحط في المية والملح عشان لونه ما يسمرش. نبدأ نقطع الكمية كلها وناخدها نقليها، وتطلع لنا بالشكل الجميل ده كده. ادي لون البتنجان المقلي، مش مسمر، شفاف، لذيذ. نبدأ نجيب طبق من البشاميل، نحطها في أرضية صينية عندنا، ونرص طبق من البتنجان. نص كمية البتنجان بتترص في الأرضية، والنص التاني بيبقى فوق. نحط طبقة بشاميل كده، رشة بشاميل بسيطة. وعندنا بقى شوية لحمة متعصجة مفرومة بسيطة، نعمل بيها طبقة ما بين الطبقتين بتوع البتنجان. نرص بقية البتنجان بتاعنا بقى، الكمية اللي موجودة نرصها على طبقة اللحمة اللي موجودة. نسد الفراغات ديت بالبتنجان اللي موجود عندنا. نبدأ بقى نحط بقية البشاميل بتاعنا على الوش من فوق. طبقة الوش دي بحب أحط طبقة البشاميل على الوش دي طبقة محترمة سميكة، عشان خاطر يغطي لي البتنجان كله اللي موجود. أساوي البشاميل بتاعي وأدري البتنجان كله، ونبدأ بقى نساوي ونهز هزة كده عشان الفراغات بتاعة البيامين البتنجان تملى بشاميل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ندخلها على فرن 250 درجة على الرف اللي في النص، تطلع لنا بالروعة والجمال والحلاوة اللي حضراتكم شايفينها. شايف لسه هي بتغلي اهي، لسه موجودة، لسه طالعة من الفرن سخنة جدا. عندنا فلفلاية حمرا كده نعمل بس منظر جمالي بيها. هو مش محتاج منظر جمالي ولا حاجة، ده هو شكله شكل ايه يعني، يفتح النفس على طول. ونبدأ بقى بالهنا والشفا للي هياكل، ونقول له ده صنف محترم، صنف يستحق ان انت تجربه وتاكله، ومش هتندم ان انت تاكل الصنف ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.